السلام عليكم. وكيبقاو هادو ألذ واروع قريشلات بلديين ممكن توجدوهم بواحد المكون سحري اللي كيخليهم يجيو بحال معجونين بالخميره البلديه. كيجيو خفاف كالريشه، قطنيين ولذاذ، والرائحه فيهم يا سلام. كنتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم. لاول مره كينضم القناه يلمى مع سعيده، ما ينسانيش من واحد البصيمه. وعلى بركه الله. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، النوعيه اللي تكون مزيانه. غادي نديرها هنا في واحد القصريه ولا في اي حاجه نتوما كترتاحوا تعجنوا فيها. كما شفتوا النوع ديال الدقيق يكون مزيان. وهنايا عندي تقريبا نص كاس ديال ماء زهر. ماء زهر النوع اللي يكون مزيان، ما وصلاش نص كاس كامل، خاصو واحد الصبيع تقريبا هكا باش يكمل نص كاس. خيط الربع شويه. تقدروا الا ما عندكمش هذا الماء زهر هذا ديروا ديك 16 ديال زهره البرتقال حتى هي مزيانه. وهذا الماء زهر هذا راني دفيته واحد شويه، عاد غادي نديرو هكا في واحد الزليفه. وهذا الكاس راه كياخذ ليا عبار كاس عنبه. عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، ما عمرش بزاف، شفتوها ما عمرش بزاف. غادي نديرها في هذا الماء زهر باش هكا الخميره اللي كتكون هكا حبيبات كتذوب. لان الا درتوها هكا في العجينه وبديتو تعجنوا كتبقى بعض المرات هكا حبيبات ما كتذوبش دغيا. وعندي هنا نص كاس ديال السكر السنيده، غادي ناخذ منه واحد المعلقه. غادي نزيدها هنايا في هاد الخميره هذه وما زهر، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم واحد شويه هكا باش هاد الخميره هذه تذوب لينا وتفعل. نغطيها هكا وغادي نخليها واحد شويه تفعل وتذوب لينا ديك الخميره، واخا كتبان لكم هكاك حبيبات راه باقي غادي تذوب. صافي هنايا الخميره ها هي تفعلات كما شفتوا، راها تفعلات وضعف الحجم ديالها. دابا غادي نضيف باقي المكونات. هنايا عندي 2 معالق كبار ديال الزنجلان اللي كيكون طبعا منقي ومحمر، وعندي معلقه صغيره عامره مزيان بحبه حلاوه، وعندي معلقه صغيره عامره مزيان بالنافع حتى هما نقيتهم ودوزتهم في واحد المقيله سخنتهم واحد شويه. طبعا من بعد ما كنكونوا نقيناهم غادي نزيدهم هنايا. نزيد السكر حتى هو، درت نص كاس كما قلت لكم، خديت منه معلقه باش نخلط الخميره. واحد شويه ديال الملحه ضروري باش كنقادو الذوق، ضروري من الملحه غير شويه. نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم مزيان. غادي نزيد 4 كاس ديال الزيت، وغادي نزيد الخميره. شفتوا كيتفعلات، راه ما خداتش الوقت بزاف، تقريبا واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق. غير هذاك الماء الزهر يكون عندكم سخون. المكون اللي قلت لكم في الاول ديال الفيديو اللي غادي نعجن به هاد القريشلات هادو بلديين هو اللبن. اللبن كيجي واعر بزاف. القريشلات بلديين جربوهم به، الا كنتو ما عمركم ما جربتوهم بهذه الطريقه جربوهم بهذه الطريقه هذه. اللبن كيعطيهم واحد النكهه زوينه بزاف، بحال الا معجونين بالخميره البلديه كيعطي واحد المذاق زوين، وكيجيو حتى هما خفاف بنفس النتيجه ولكن بمذاق مختلف ورائع. انا بعض المرات اللبن ملي كيشيط ليا في الثلاجه، نهار اللي كندير الكسكسو كيبقى عندي في الثلاجه راه كنعجن به حتى الخبز، وبعض المرات كندير به حتى الحريشه. غادي نعجن هاد القريشلات باللبن. غادي ندير كاس الاول، وهذا الكاس كما قلت لكم راه كياخذ ليا عبار كاس عنبه. بسم الله. غادي نبدا نجمع في هاد العجينه هذه. العجينه خصها تكون خفيفه، ما شاء الله راه كلشي كيعرف يعجن وكلشي كيعرف كيفاش يشقى، غير كل سيده والطريقه ديالها. انا كنشاركوا معكم غير الافكار، اما تبارك الله راه كلشي كيعرف كيفاش يطيب وكيفاش يعجن وكلشي. واللي وصل معايا حتى لهنا الله يرحم لكم الوالدين ما ينساش يحط لي واحد البصيمه، بارطاجيو الوصفه مع العائله ديالكم والاصدقاء. واللي دخل اول مره القناه ديالو عجباتو القناه ما ينساش يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، طبعا فضلا منكم وليس امرا. ندير الكاس الثاني غادي نضيفو شويه بشويه، واللبن كيبقى على حسب النوع ديال الدقيق اللي نتوما كتستعملوه. راه كاين الدقيق اللي كيشرب يقدر يهز لكم كميه اكثر من هذه اللي انا استعملت. كنبدا نعجنهم بهذا الشكل هذا، وكنشوف القوام ديالهم ما خصوش يجي قاصح وما خصهمش يجيو جاريين بزاف باش كيجيونا خفاف وما يجيوش مبقصين. صافي كنكتفي بهذا القدر هذا. هانتوما درت كاس الاول ديال اللبن كامل، والكاس الثاني شاط ليا منه هاد شويه هذا.
صافي غادي نعجنوهم مزيان بهذا الشكل هذا. غادي ندلكهم، ضروري خصهم يدلكوا، نخدموهم شي شويه هكا نخبطوهم. خلاص اللي عندهم العجانه راه دغيا غادي يتعجنوا لكم، ما غياخذوش الوقت كثيره. كنخبطوهم بهذا الشكل، راه ما كيعذبوا ما والو لان العجينه كتكون خفيفه كتلصق في اليد على هذا الشكل. عرفتوا تبارك الله. دابا انا كنعجن فيهم والريحه فيهم طالعه واعره. شفتوا راه دغيا كيتدلكوا. هانتوما الدقيق راه ما بقاو فيه لا دوك الكويرات لا حتى شي حاجه، راه دغيا كيتدلكوا، كياخذوش الوقت كثير. صافي راهم دلكوا كما شفتوا. غادي نجمع هاد العجينه هذه، نتوما تبارك الله العجينه كيفاش كتجي على هذا الشكل. واخا تشوفوها هكا خفيفه بزاف، راه ملي كترتاح شويه راه كتزيد تشرب شويه العجينه. وهنايا عندي واحد الطاسه ولا السوبيره اللي تتكون كتسد بالغطاء ديالها. انا راه دهنتها بالزيت من قبل. الا ما عندكمش هكا الطاسه كبيره اللي تكون كتسد تقدروا ديروا في الكوكوط ولا طنجره الضغط. ها غادي نجمع هذا العجين ديالي كامل باش غادي نديرو في هذيك الطاسه باش نخليه يخمر مزيان. ضروري ديروه بشي حاجه اللي تكون كتسد باش تخمر لكم العجينه مزيان وتخمر لكم دغيا. صافي درتها هنا في هاد الطاسه وعاود دهنت يدي بالزيت باش غادي نقادها على هذا الشكل هذا. قاد لها الوجه ديالها. دابا الحال راه سخن، راه دغيا غادي تخمر، ما غاديش تاخذ الوقت كثيره. نسد عليها البواطه ديما ملي تبغيو تسدوها بركوا عليها هنا من الوسط ونفسوها شويه هكا من الجنب باش كتخرجوا منها داك النفس اللي كيكون فيها لداخل. شفتوا باش حتى الا خمرت لكم الحاجه ما تطلعش هاد الغطايه وتحل بوحدها، بالاخص الا كانت شي غطايه اللي ما كتسدش مزيان. صافي هنا انا من بعد ما جمعتها هكا وغطيتها غادي نلويها في واحد المنديل ولا في واحد المينطه وغادي نحطها تخمر بشويه عليها حتى تضاعف الحجم ديالها. وبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، باقي غادي نشارك معكم واحد السر غادي ينفعكم بزاف. يلا نخليوها تخمر ونرجع معكم. صافي هنايا راه خمر. المهم انا عجنته ما حسبتش ليه شحال ديال الوقت باش خمر وحطيته حدايا في الكوزينه هكا، لويته في هاد المينطه وحطيته حدايا حتى خمر مزيان وضاعف الحجم ديالو. شوفوا تبارك الله كما شفتوا اللبن راه ما كيمكنش لينا نسخنوه، ماشي بحال الحليب ولا الماء ما يمكنش لينا نسخنوه. الماء والحليب كنقدروا نسخنوهم من اللبن لا، غير كنجبدو من الثلاجه شويه قبل باش كيسخن غير بديك درجات الحراره ديال المطبخ. وعاده كنخدم به، ما ديروش ما تعجنوش به وهو يلا خارج من الثلاجه، ضروري تجبدوه من قبل. صافي هنايا كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنهبط هاد العجينه هكا كما شفتوا تبارك الله. راه خمرت مزيان، ضروري تخليوه يخمر باش يجيكم ناجح. طالعه منه واحد الريحه تبارك الله غزاله بحال ريحه الخميره البلديه مع داك ريحه الزهر ودوك الزرارع. طلق واحد الريحه زوينه بزاف. شوفوا العجينه كي تكون مرخوفه على هذا الشكل. تدهنوا ديما يديكم بالزيت راه كتلتصق. هانتوما عندي الصينيه الخاصه بالفرن دهنتها بشويه ديال الزيت باش ما يلصقش ليا فيها القرص. الا عندكم ورق الزبده يمكن لكم ديروه ليها، انا ساله. صافي كندهن يدي بالزيت وكنبدا ناخذ هكا كويرات صغار. ديروا العبا اللي بغيتو نتوما، كناخذهم على هذا الشكل. هانتوما على حسب واش نتوما بغيتوهم كبار ولا بغيتوهم صغار. شفتوا وكنبدا نحطهم في الصينيه. كنعاود ندهن يدي بالزيت وكنعاود نقاد هكا شويه وكنعاود ندير كريسه على هذا الشكل وكنعاود نحيدها هكا باليد الاخرى اللي كتكون حتى هي مدهونه بالزيت. تيجيو كريسات هكا مقادين كديروهم عينيكم ميزانكم. انا ما كنعبرهم ما والو، نتوما الا بغيتو تعبروهم في الميزان تقدروا تعبروهم، الا بغيتوهم يجيوكم قد. ديما كندهن يدي بالزيت وكنخلي واحد هكا كنخليهم بعاد على بعضياتهم باش ما يلصقوش. منين يطيبوا راه باقي غادي يعاودوا يخمروا. ملي كيبداو يطيبوا في الفران راه كيضعف الحجم ديالهم. ما ديروهمش لاصقين مع بعضياتهم، ديروهم شويه بعاد.
صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي ديال الكريصات، نشكلهم كاملين على هذا الشكل هذا ونكمل معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي هنا ساليتهم كاملين، شكلتهم كاملين على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فهاد المرحله هذه راه دغيا كيخمروا، حيت خمرناهم المره الاولى راه دغيا غادي يخمروا. هنا بقات ليا وحيده درتها هنا بوحدها، وهادو غادي نلوح عليهم واحد المنديل يكون خفيف، راه دغيا غادي يخمروا. اليوم الحال سخون المره الثانيه ونرجع معكم. وهنايا انا باش كندهنهم كنجيب هكا واحد الزليفه، هذه راه خاويه ما فيها والو، كندير فيها ما زهر، نفس ما زهر باش عجنت اللي درت مع العجينه. غادي ندير هنا واحد شويه. الطريقه كنديرها ديما في القريشلات بلديين، كنديرهم انايا مع الطريقه كنديرها مع البيض، كنزيد عليه واحد نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان باش كتذوب. وهنا غادي ندير بيضه كامله باش غادي ندهن. ديما قريشلات ولا اي حاجه ملي تبغيو دهنوا حاولوا دهنوا ببيضه كامله باش كتجي ديك الدهنه خفيفه وكتجي هكا فيها واحد اللمعه وكيجيو محمرين وطيبين مزيان. فاش كديروا الصفر ديال البيض بوحدو كيتحمروا دغيا من الفوق وكيكونوا باقي ما طيبينش من الداخل. جربوا هذه الطريقه اللي وريتكم راه غادي تعجبكم بزاف، وفي نفس الوقت كتجي الريحه زوينه. غادي نطرب هاد المكونات مع بعض مزيان. شفتوا وطالعه منه واحد الريحه واعره بزاف، ما كايناش ريحه الزفر نهائيا. جربوا بهذه الطريقه اللي درت لي راه غادي تعجبكم. صافي هنايا القريشلات خمروا كما شفتوا، الحجم ديالهم ضعف. هذه حتى خمرت درتها هنا، هذيك الوحيده اللي بقات ليا. الخليط ديالي ديال البيض والزهر والقهوه سريعه الذوبان اللي كيكون خفيف على هذا الشكل، وكنبدا ندهن بها هكا القريشلات غير دهنه خفيفه من الفوق باش ما يهبطوش على هذا الشكل هذا. اللي وصل معايا حتى لهنا الله يجازيكم بخير، ما ينسانيش الضغط على زر الاعجاب، بارطاجيو لي الوصفات ديالي مع الاهل والاصدقاء، وشكرا لكم بزاف. اللي وصل معايا حتى لهنا شكرا ليه، الله يجازيكم بخير. شكرا لكم على الدعم ديالكم. هنا انا راه شعلت الفران كيسخن، عندي فران ديال البوطه يعني فران غازي اللي عندي، ما كنديرش ليه التوقيت، حافظه ليه الوقيته ديالو. خلاص تبارك الله راه كلشي كيعرف يطيب القرص. كنشارك معكم غير افكار شي كيفيد شي، هذا ما كان. وانا عندي الجنجلان، هذا الجنجلان منقي ومسحته من قبل ما محمرش، راه خضر حيت باقي غادي يتحمر في الفران. كاين اللي كيدير الزنجلان محمر هنايا الفوق ديالو قراشن، ملي كيدخل الفران يتحمر كيخرج محمر بزاف ما كيجيش زوين. من الاحسن ديروا الجنجلان هكا ما يكونش مقلي، يكون هكا خضر غير يكون منقي. ومسحوه ولا غسلوه كل واحد شنو كيدير ليه. اللي درت في العجينه راه حمرته واحد شويه، هذاك ما كنديروش خضر، ضروري كيكون محمر باش كيجينا زوين في الماكله ديالو. ولكن هذا اللي كيدار برا كنديرو هكا خضر، خصوصا الا كان هذا اللي كيكون هكا بلدي. الا كان عندكم هذاك البيض حتى هو مزيان، حتى هو كديروه بلا ما تحمروه ما والو، كيتحمر مع الفران. ساليت كلشي غادي ندخلهم من الفران يطيبوا على النار اللي تكون متوسطه. كنديرهم في الوسط ديال الفران، ما كنشعلش عليهم الفوق، كنشعل عليهم غير لتحت. انا عندي الفران واخا ما نشعلش عليه الفوق كيحمر ليا الفوق، كنشعل غير لتحت وكنقص عليهم وكنخليهم يطيبوا بشويه عليهم. ما تجهدوش عليهم باش ما يتحرقوش ليكم من برا ويبقاو خضرين من الداخل وفي نفس الوقت يتنفخوا. هنايا القريشلات من بعد ما طابوا خرجتهم من الفران وحيدتهم من ديك الصينيه باش ما يعرقوش. ديما ملي تخرجوهم من الفران يكونوا باقيين سخان، حيدوهم ديك الساعه من الصينيه ديال الفرن وفرشوا ليهم شي منديل حتى يبردوا باش هكا ما يعرقوش من التحت. تبارك الله جاو رائعين، شوفوا تبارك الله كيفاش جاو مفشفشين. هانتوما كيجيو خفاف ومقطنين، والرائحه تبارك الله اللي طالعه فيهم رائعه بزاف. ما كايناش ريحه الزفوريه ديال البيض نهائيا، كي بحال كاع ما دهنتهم بالبيض. جربوهم بهذه الطريقه اللي شاركت معكم. تبارك الله الريحه عندي في الدار كتشهي بحال ريحه الفران البلدي اللي كتكونوا دايزين حدا شي فران في الزنقه وكتشموا ديك الريحه الزوينه في وقيته ديال العواشر. وهنايا كيف العاده غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل. تبارك الله كيجيو مقطنين ناجحين 100%. هانتوما غير جربوهم غادي ينال اعجابكم، راه كيجيو زوينين باللبن، كتجي نتيجه رائعه بحال عجنتهم بالخميره البلديه
خفاف ولذاذ وريحه الزهر تبارك الله فيهم رائعه. كنتمنى ينالوا اعجابكم. الا وصلوا معايا حتى لهنا ما ينسانيش من واحد البصيمه. الله يجازيكم بخير. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.